بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأخ محمد سليمان من جمهورية مصر الحبيبة. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله. شوف عندك يعني حب وفضول هواية سباق الحمام الزاجل. بالظبط، وما شاء الله عندكم هنا في السعودية يعني الهواية دي ليها ناس معجبين كتير وليها متسابقين يعني على مستوى عالي يعني ما شاء الله يعني. فأنا كنت حابب يعني استفسر أيوة. السباق ده بإذن الله رايح لفين؟ هذا طبعا سباق عرعر، هذا عرعر الثاني. أقيم السباق عرعر الأول تقريبا قبل يمكن مع شهر كذا. هذا السباق الثاني مكمل السباق الأول. تمام بإذن الله. والمسافة تقريبا بتبقى قد إيه؟ طبعا يعني متوسط السباق مسافته من 1000 إلى 1010 كذا كيلو. ما شاء الله، يعني ربنا يوفق الجميع ويعني بالنسبة للحمام اللي كان مسابق قبل كده في سباق تيماء وعرعر الأولاني، يقدر إن هو يسابق تاني هو نفسه ولا بتبقى طبعا يقدر يسابق مثل هذا السباق، وبالعكس الحمام اللي بيفوز في عرعر الأول وبيفوز في العرعر الثاني بيكون مهيأ بأنه ياخذ مثلا الحجل الذهبي، بيكون حتى يعني مستواه يعني بيكون أفضل من أنه يفوز في سباق واحد. تمام إن شاء الله. طيب هو دلوقتي تسليم الحمام قبلها ب3 أيام تقريبا أو أيوه. كده، فدلوقتي يعني المتسابقين يسلموا الحمام بعد كده بيفضلوا في الإقفاص دي كده لحد السباق ولا؟ اي طبعا بيفضلوا في القفاص هنا لحد السباق، لأن في محل لهم حق المشربيات، حق الموية وحق الأكل. أيوه يعني. يقدر الطير من خلالها ياكل ويشرب. طبعا المدة بيجلس فيها يومين، ثالث يوم بيطلق الحمام. تمام بإذن الله، وربنا يوفقهم يا رب وتبقى النتائج مرضية للجميع. طيب ما أدري أنت عندك ميول أو حابب تشترك معنا هنا في الحمام الزاجل؟ أنا بإذن الله جاي أشترك يعني في سباق الحمام الزاجل وأجرب حظي. الله يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله نسمع عنك نتائج طيبة إن شاء الله. يا رب آمين. يلا شكرا عزيزي، في أمان الله. الله يكرمك. مع السلامة، حياك الله.